تعالوا مع بعض نشوف القاعدة البسيطة دي. When two vowels go walking, the first vowel does the talking. أنا شايف هنا two vowels walking together. صوتين متحركين ماشيين جنب بعض. القاعدة بتقول لي لما يكون في صوتين متحركين جنب بعض the first vowel does the talking معناها هنا ال first vowel هو اللي بيتنطق والتاني بيكون silent. القاعدة دي اسمها ايه بقى؟ اسمها two vowels walking rule. train زي train, team, die, goat and continue. هنلاحظ حاجة. أنا عندي هنا two vowels walking together A and I. The first vowel does the talking معناها هو اللي بيكون منطوق. يعني احنا بننطق بيقول its name بيقول اسمه فيكون A, E, I, O and U. والفاول الثاني اللي ماشي جنبه بيكون silent مش بيتنطق. فانا بعلم ابني او بعلم الطفل الصغير الريدنج والحاجات اللي زي دي حتى في السبيلنج بعرفه ان دي قاعده يحفظها او يفهمها ان لما يقولوا كلمه فيها two vowels جنب بعض يعني walking together الاولاني اللي بيتنطق والثاني بيكون silent. فبالتالي train مش trying وteam وداي. هنا الاي silent في كلمه train لكن هنا الاي بقت pronounced بتتنطق لانها هي الاولانيه اللي بتكون منطوقه والثانيه بتكون silent. اوكي يبقى when there are two vowels لما يكون عندي two vowels بنقول لاولادنا كده ونقول للاطفال الصغيرين كده عشان يتعلموا ازاي يقراوا الكلمات صح ويقدروا يكتبوها بشكل سليم. فبنسهل عليهم حفظ الكلمات. القاعده بتقول لي when there are two vowels A I مثلا in a word the first one A هنا ال first one has the long sound of the vowel أو بنقول عليه الألفابت name يعني بكل صوت بيقول اسمه بيقول A لأنه هو الأولاني E I O and U and the second one is silent مش بننطقه. فبالتالي train team die goat continue. حفظوا أولادكم الرول ده القاعدة دي two vowels walking together. مجموعة كلمات كتير جدا بينطبق عليها الكلمات دي أو القاعدة دي. الكلمات دي كمية كبيرة جدا من الكلمات ممكن أولادنا يحفظوها بسهولة جدا أو يقرأوها بشكل صحيح لو عرفوا القاعدة دي. AI rain, mail, nail, grain. IE die, pie, tie, fried. OA cool, thumb, goal, coat. AY day, ray, way, clay. EACT bead peach. هنلاحظ ان اول صوت من الاثنين اللي ماشيين مع بعض بيكون هو المنطوق والثاني بيكون silent. طبعا في كتير جدا من الرولز ديت وحاجات كتير جدا في الكورس بتاعنا ماما فونكس وده كورس مخصص لكل عشان تنطق الانجليش مع اولادها بشكل صحيح وتكون معلمه فونكس في البيت. انضموا لينا لكورس ماما فونكس واتكلموا مع اولادكم بثقه وعلموهم النطق الصحيح. كوني معلمه في البيت.